بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة القارعة. سورة مكية نزلت بعد سورة قريش. قال الله تعالى: القارعة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها أدراك ما القارعة، ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، من شدة الفزع والهول يصبح الناس كالفراش المنتشر الذي يخرج في الليل يموج بعضه في بعض لا يدري أين يتجه، فإذا أوقدت لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول في ذلك اليوم. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، تلك الجبال الصم الصلاب تكون كالصوف المنفوش الذي ضعف وتمزق من أدنى ريح. ثم أخبر الله عما يؤول إليه عمل العاملين من الكرامة والإهانة بحسب عملهم، فينقسمون إلى سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة لأنه لا مأوى له غيرها، فهو ساقط هاو بأم رأسه في جهنم. وما أدراك ما هي، هذا تعظيم لأمرها، فسره بقوله: نار حامية شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على نار الدنيا ب70 ضعفا، نستجير بالله منها.